أعزائي المتابعين، جايبة لكم فيلم من ضمن الأفلام اللي غيرت القوانين في مصر. فيلم أريد حلا بطولة فاتن حمامة ورشدي أباظة. الفيلم بيدور عن قصة درية المتجوزة من مدحت وعندها ابن، وعايشة حياة تعيسة نظرا لخيانة زوجها المتكررة وعدم اهتمامه بيها. بتتحمل لحد ابنها ما بيسافر يدرس برا، وبأول ما بيسافر بتقعد مع جوزها وبتقوله ان هي حياتها كلها كانت تعيسة، وان هو ما كانش بيهتم بيها، وان هو كان بيخونها، وبتقوله كل حاجة بصراحة. بتقوله انها مش هتقدر تكمل معاه، وانهم المفروض يتطلقوا عشان هي تقدر تعيش حياتها الباقية دي، يعني تعيش حياة مستقرة او سعيدة شوية. طبعا جوزها بيثور وبيتهمها انها طالبة الطلاق لان في حد في حياتها وبيضربها، وبيقول لها انه هو مش هيطلقها وهيسيبها كده زي البيت الوقف، لا هي متطلقة ولا هي متجوزة، ومش هيطلق الا بمزاجه، وعندها المحكمة تقدر تروح. فعلا بترفع قضية وبتروح المحكمة، بس بتلاقي المحكمة مليانة مشاكل. بتشوف ناس كتير قوي ستات كل واحدة عندها مشكلة. مثلا واحدة عندها طفلين ورفع قضية نفقة للطفلين عشان ابوهم مش عايز يصرف عليهم، وابوهم بيرفض وبيتحايل على القانون وبيقولوا ان هو معهوش فلوس خالص وما بيشتغلش وعنده نفقة مامته، فيعني بيحاول يتهرب. لدرجة ان الام دي بتضطر انها تبيع نفسها عشان تصرف على اولادها وتحاول تلغي القضية من المحكمة. بتتنازل عن القضية النفقة مقابل ان هي تحتفظ بالاطفال. بنشوف ست كبيرة متجوزة من 30 سنة وجوزها عايز يطلقها ويرميها في الشارع، ومش عايز يديها فلوس ولا نفقة ولا اي حاجة عشان عايز يتجوز بنت صغيرة من قد ولاده، وهي ملهاش عائل وملهاش حد يساعدها، وبتفضل ورا المحاكم لغاية ما بتموت قبل ما المحكمة بتحكم لها بأي شيء. بنشوف واحدة وهي بتضرب جوزها في المحكمة لأنه ظلمها، وبنشوف واحدة تانية طالبة حضانة أطفالها ولد وبنت، وهي مش مهتمة بالنفقة بس مهتمة انها تاخد ولادها تربيهم حتى لو هتشحت عليهم. وفي وسط الأحداث دي كلها بتفتكر درية كده، بترجع بالذاكرة لورا، بتفتكر لما مدحت جه يخطبها وكانت لسه بتدرس وما كملتش تعليمها، وأبوها خلاها تسيب الدراسة عشان تتجوز، لأن مدحت كان قدامه أسبوعين عشان يسافر أوروبا ولازم تكون جاهزة. وفعلا أول ما سافرت مع أوروبا وبعد فترة شافته بيخونها مع جينا طبعا الأوروبية. أول ما شافته طلبت الطلاق ورجعت مصر عشان أبوها وأمها يقفوا جنبها، لكن للأسف كانوا ضدها وقالوا لها ما عندناش حد بيتطلق، وخصوصا ان انتي حامل ولازم ترجعي لجوزك، وجابوا لها تذكرة فعلا وسفروها بحجة طبعا انه ما عندهمش حد يتطلق. وبعد كام سنة رجعت مصر هي وجوزها وابنها، وشافت صديقتها في النادي وابتدوا ينصحوها انها تكمل تعليمها، خصوصا ان ابنها كبر وبقى معتمد على نفسه، فالمفروض انها يبقى ليها دور في المجتمع وتحس بقيمتها، فتكمل دراستها وتشتغل، خصوصا انها معاها لغة فتقدر تشتغل مترجمة. وبتفوق من اللحظات الذكريات دي لما بتلاقي المحامي بينده عليها عشان قضيتها، وبتدخل معاه للقاضي اللي بيفضل يحكم بالتأجيل كل مرة، وبيفضل يأجل، وبنلاقي طول الفيلم تأجيل لغاية ما بتعدي 6 سنين والقاضي عمال يأجل في قضيتها. طبعا مع البهدلة بقى في المحاكم، وبتروح وتسيب شغلها عشان تروح. وخلال الفترة دي هي بتكون بتشتغل في مترجمة، وبرضو جوزها مش بيستسلم بقى القضية اللي هي رفعاها، لا بيرفع عليها قضية طاعة، فبتهرب من شقتها وبتقعد في اتيليه اخوها. وفي الاتيليه بتتعرف على صديق اخوها رؤوف، وبتنشأ بينهم قصة حب، وبيقف جنبها، وصحبتها كمان بيشهدوا معاها في المحكمة ان مدحت كان بيضربها وكان بيضايقها وكان بيشتمها وكان بيهنها. فطبعا مدحت مش بيسكت وبيشوه صورتها قدام القاضي. وبنشوف بعد سنين من المعاناة دي بنلاقي القاضي بيحكم في الآخر، بس حكم طبعا قاسي جدا، انه بيحكم برفض الدعوة
فالفيلم بينتهي نهاية محبطة جدا، وبتعيط درية وبتقول للمحامي طب ايه الحل؟ بيقول لها الحل ان احنا نبدأ ان احنا نرفع القضية من اول وجديد. طبعا بتعيط وبتحزن وبتقول يعني هقعد تاني 4 سنين او 6 سنين عشان يتحكم لي، ويا عالم هتطلق ولا لا. بتعيط وبينتهي الفيلم بالمأساة دي. والفيلم ده بسببه اتغير قانون الأحوال الشخصية، وبدأوا بالعمل بقانون الخلع استنادا للشريعة، فإن لو في واحدة مفيش توافق بينها وبين جوزها مش لازم تستنى السنين دي كلها، تقدر تخلعه وتديله مهره. وبكده يعني ابتدت يحلوا شوية من المشاكل والقضايا، وبكده بيكون انتهى الفيلم. وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. سلام.